لو انت ناوي تأجر بيت هنا في ألمانيا وبتفكر انك تجيب كلب في يوم من الأيام، او مثلا انك راجل هاوي كان عندك كلاب في بلدك ولما جيت هنا كان نفسك تجيب كلب، في معلومة لازم تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتمضي عقد الإيجار مع صاحب البيت، وهو انك تسأله هل مسموح انك تربي حيوانات في البيت ولا لا، ولو مسموح اتأكد منه هل ينفع تربي كلاب ولا هو قصده على قطط وهامستر والكلام الصغير ده فقط لا غير. لازم تتأكد من البداية علشان ما يختلطش عليك الأمر، وكمان تتأكد ان مش مكتوب في العقد ان هو مصرح بتربية الحيوانات الصغيرة فقط، لان ممكن انت تروح تشتري كلب وتدفع حقه وتربيه وتتعلق بيه ويجي يحصل اي خلاف ما بينك وما بين صاحب البيت فيستغل النقطة دي في العقد ويقولك سيب البيت، علشان العقد مكتوب فيه اللي انت ممكن تربي حيوانات بس حيوانات صغيرة زي القطط او الفئران او الكلام ده كله. فلو انت بتحب الحيوانات استفسر عن النقط دي قبل ما تمضي عقد البيت.